صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده النهارده نعمل فطار صحي وسهل ولذيذ جدا. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. بس قبل ما هفطر هاخد قبلها بنص ساعه 2 من بوم اللي انا جبته علشان ابدا كده معاكم ايه صح يعني. تمام. ده بيقلل شراهه الحلويات والنشويات شويه وبيساعد على زياده الحرق. خلاص، فهاخد 2 اهم. بناخدهم بكوبايتين من الميه. هامله دلوقتي ميه تاني وهاخدهم بيها. بسم الله. وادي التانية اهي. بسم الله. هنحضر بقى الفطار بتاعنا. هجيب البولة كده هحط فيها بيضتين. هحط بقى شوية ملح كده، شوية فلفل اسود، وشوية كمون عشان انتوا عارفين انا بحب الكمون قوي مع البيض. رشة بقى كمان كده من الزعتر. شوكة بقى ونقلب الكلام ده كده مع بعضه. الطاسة بتاعتي تمام. وهحط كده ربع معلقة صغيرة من السمنة البلدي اهي، حاجة صغيرة جدا، وهسيحها بقى على النار عشان اعمل بيها البيض الاومليت. السمنة كده سخنت، هنزل بقى بالبيض. تمام. وهسيبه على النار هادية لحد ما يبتدي يستوي معايا. ده استوى كده، هنقلبه بقى الناحية التانية. تمام. وهحط له شريحة من الجبنة الشيدر اهي، شريحة واحدة بس كده. ولما يستوي هنقلبه كده عليها عشان تسيح معايا. هنجيب الطبق بتاعنا بقى ونحط البيض اللي احنا عملناه. هحط معاه بقى ايه؟ خيارة وفلفل احمر او اي نوع خضار انتوا بتحبوه. وكده هيبقى الفطار بتاعنا النهارده بدون نشويات. تمام. عكيت كتير جدا، فعايزه اقول لكم عايزه اظبط الدنيا شويه، فهناخد النهارده بدون نشويات. هحط جنبيها نص فلفلايه من الفلفل الاحمر ده اللي عندي يعني، وبحبه برضو جدا مع جنب الفطار يعني. اللي متوفر عندكم نوع من انواع الخضار يا ريت، علشان نزود كده القيمه الغذائيه ونشبع اكتر. بصوا بقى، عايزه اوريكم كده من جوه اهو. بصوا بيبقى سايح. بصوا سخنه. بصوا الجبنه بتبقى سايحه، شريحه واحده بس، وبقنا بقى جاهز وفطارنا بقى جاهز. تعالوا بقى على بال ما النص ساعه تعدي قبل ما نفطر كده، عشان المكمل الغذائي كده يعمل مفعول. هنعمل كوبايه بقدونس على كرفس. ده البقدونس على كرفس اللي انا بستخدمه، او كنت بعمله في البيت برضو لما بيبقى متوفر عندي بعمله في البيت. تمام. هاخد كده باكت واحط عليه الميه السخنه وبغطيه لمده 5 دقايق، وبسيبه بقى يبرد شويه. بصراحه مش بحبه سخن قوي، بسيبه يبرد كده شويه، فعلى بال ما بفطر ومش عارفه ايه يكون عدى بقى الوقت وبشربه كده. هناخده اول اسبوع كده من الاكل الصحي، هناخده لمده اسبوع كامل يعني كل يوم. ممكن بعد الفطار او بعد الغداء، بلاش بعد العشاء، عشان طبعا هو بيبقى يعني بيدخلنا التويلت كتير، فبلاش بعد العشاء. وهغطيه وهسيبه بقى. جماعة أنا بعشق السناكس ده، بحبه جدا. لو جربتوه هتدمنوه بجد. كوباية القهوة بتاعتكم أو فنجان القهوة بتاعكم معاه 3 تمرات صغيرين أو تمراية واحدة كبيرة. محشيين إيه بقى؟ محشيين طحينة خام أو زبدة فول سوداني، بس الطحينة أنا بعشقها مع التمر. حلو جدا، سناكس صحي مفيد. خدنا التمر كله فوائد وطاقة، وفي نفس الوقت ما رفعناش سكر الدم بسرعة بسبب ان احنا حاطين فيه دهون صحية اللي هي الطحينة. الميكس ده حلو جدا مع فنجان القهوة بتاعتنا. تحفة تحفة، وهيغنيكوا عن اي يعني حلويات كده انتوا عايزينها. فحلو جدا، جربوه ما بين الفطار والغدا كده، حلو قوي وهيعجبكم جدا. الغدا بقى كان شريحة كده من البرجر الفراخ، وحاطة معلقة واحدة بس من صوص الباربيكيو في عيش البني ده الكايزر البني، ومعاه الخضار خيار وجزر. بس كده، وده كان الغدا. بعدها بقى العشاء كان قطعة كده من الكيك الصحي اللي احنا عاملينه بدون بيض. ان شاء الله هنزل لكم الطريقة بتاعتها لو عايزينها. وكمان هشرب معاها كوباية نسكافيه وبس كده. وخلص اليوم بقى على كده. وما تنسوش المية الكتير جدا، هتفرق معاكم جدا في الشبع وفي الحرق.